زين، هاي الليلة معروف عنها أنها ليلة الرغائب. شنو معنى ليلة الرغائب؟ ليلة الرغائب يعني الليلة اللي الإنسان ايش عنده مطلب يجب أن يطرحه بين يدي الله عز وجل. وأنا لما أطرح مطالبي بين يدي الله أنطلق إلى من منطلق المسكنة، أقول له أنا فيض من عطائك، أنا جزء من رشحة من عطائك، وأنت عطائك لا حدود له، وأنا ما أطلب من عندك إلا بك، أستشفع بك إليك. يقول له الخيام، يقول له يا ربي إن لم أجد في طاعاتك إنني بائس إلى رحماتك، وشفيعي إليك أني لم أشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. أنا أتوجه إليك بوحدانيتك يا ربي برحمتك، ارحمنا فيها، لا تحرمنا من عطائك بوجهك الكريم. في واقع الأمر أن هذه الليلة لا يرغب بها العبد إلى الله. وإحنا نعرف عادة إذا واحد عندنا بالأرض نريد نطلب من عنده شيء، إذا نطلب منه مرة أو مرتين يمل ويكل وما يعطيه. لكن الله عز وجل كلما ألححت عليه بالطلب ألح عليك بالعطاء. شايف؟ واقع الأمر أنه لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فهالليلة ليلة الرغائب ينقطع بها العبد إلى الله عز وجل ويطلب منه. وسيجينا معنى الطلب شلون. يعني هالليلة في واقع الأمر هي لا أكو بها أشياء، لأن الليلة يسجل وفد الحاج. يعني واحد الله كاتب له أن يروح إلى مكة يسجل هالليلة، وفد الحاج يسجل يكتب. زين، يسجل في مثل هذه الليلة المنايا. تقول الرواية الرجل يمشي بالأسواق وما يدري أنه راح تمر عليها السنة، يعني للسنة الجاية يظل عدل، يوم ما يظل عدل. ليش للسنة الجاية يا أخي؟ للحظة الجاية. الرسول صلى الله عليه وآله يقول ما فتحت عيني وظننت أن شفريهما يلتقيان. ما مدرين يعني، ما يجوز باللحظة ينقض عليه الموت. زين، فهاي الليلة تسجل فيها المنايا. هذا مقدر إليه أن ينتقل يتجه إلى الله عز وجل، لا مقدر إليه أن يعيش. والواقع الإنسان ما يعرف مصلحته. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي.